يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير. نحكي سريعا عن مجريات كلاسيكو الارض، ريال مدريد ضد برشلونه. الملكي فات على المباراه وما في امامه حل غير الفوز. حاول وصل الدقيقه العاشره، فينيسيوس حاول انه يسجل هدف، ما استطاع. لكن اروخو بطريقه خاطئه سجل هدف في مرمى زميله شتيجن، يعني هدف بنيران صديقه. مجريات الشوط الاول كانت نوعا ما متخبطه بين الفريقين، ما في فريق كان ثابت على ادائه. في الدقيقة 45 آخر دقيقة في الشوط الأول سجل سيرخيو روبرتو هدف التعادل. للأمانة ريال مدريد في الشوط الثاني كان منظم أكثر، تكتيكيا كان منظم أكثر، ولو أن برشلونة استطاع الوصول لمرمى ريال مدريد أكثر من وصول ريال مدريد لمرمى برشلونة، لكن ريال مدريد كان منظم أكثر تكتيكيا هجوميا ونوعا ما دفاعيا. دفاع البرشا كان منهار، لكن هجوم ريال مدريد كان في تخبطات قليلة. هجوم الملكي يظل يحاول بهجمات يعني متتالية كثير. تقريبا في السبعينات، في الدقيقة تقريبا 77 78 فالفيردي طلع دخل مكانه اسينسيو سجل على الدقيقة 80 هدف، واحتفلوا فيه كل شيء، لكن طلع تسلل. بعد محاولات عديدة كان ريال مدريد بيحاول يثبت فيها انه له حق في الفوز، كان يحاول يوصل لمرمى غريمه برشلونة، او على الاقل يحاول انه يطلع بتعادل ليحكوا ان احنا كانت لنا الافضلية. في الدقيقة 92 فرانك كيسي مدافع مهاجم برشلونة سجل الهدف الثاني لبرشلونة وزاد جرح الريال. انقلبت كل الأمور بعد هذا الهدف وانتهت المباراة لصالح برشلونة، وصار الفارق كبير جدا من 9 نقاط ل 12 نقطة. بعد المباراة في التصريحات تيبو كورتو حكى انه خلاص الدوري طلع منه. انشيلوتي حكى احنا كنا احق في الفوز والدوري لسه بالملعب. تشافي حكى الدوري لسه بالملعب وبرضه احنا كنا احق في الفوز. ما بعرف صراحة انه الدوري حسم أم لا، لكن خلص بنسبة 99.9% الدوري حسم لبرشلونة، ويبقى الريال بيقدر على الجميع إلا برشلونة، ويبقى برشلونة ما بيقدر على الجميع إلا الريال. صراحة معادلة غريبة جدا.